اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيال المجننين. عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ وحشتوني والله. كويسين؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص احنا كلها ايام ان شاء الله، والشهر الجاي خلاص شهر رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين قبل اي حد ان شاء الله. تكون سنه جميله يا رب، ورمضان يدخل علينا بخير يا رب، وستر اهم حاجه، وصحه، وربنا يشفي كل مريض ان شاء الله. لو هناكله عيش وملح الحمد لله، كلها نعمه ورضا من عند ربنا. الحمد لله كله نعمه ورضا. المهم انا دلوقتي الابله صدم، بصوا نايمه ازاي. احنا قاعدين في العربيه مستنيه من جوزي يروح يصلي صلاه الجمعه ويجي، عشان رايحين بيها مستشفى او اي عياده اي حاجه اكشف عليها. بقالها اكتر من اسبوعين مش راضيه تاكل ولا تشرب ولا عايزه تحط اي حاجه في بقها خالص، مش عارفه مالها بصراحه. كل ما اقول لها كل يا ساده تقول لي لا يا ماما في قفه في زوري، في قفه في زوري. طب في ايه يا ساده؟ مش راضيه تاكل. عايشه على الجبنه المثلثات تاكلها حاف، الزبدايه، وما تكملهاش. البسكوت خفيف كده، مش عارفه مالها فيها ايه بصراحه، مش عارفه ايه اللي حصل لها. رحت كشفت عليها من شهر ونص كده، قالوا لي ان ايه عندها فيروس في زورها، اللي هو الفيروس. قلت للدكتوره طب انا اديها مضاد حيوي ولا اديها حاجه؟ قالت لي لا، مضاد حيوي ما ينفعش اديها. لو عطيتيها مضاد حيوي، المضاد الحيوي هيكبر الفيروس في الزرار. انا مش عارفه ايه فيروس ده اصلا. انا اللي عارفه فيروس كورونا، الله اكبر، الحاجات الوحشه التانية. بس ايه اللي بيجي في زور العيل ده؟ انا ما اعرفش، اول مره اسمع عنه بصراحه. فالمهم دلوقتي خدت نفسي، عطت لها علاج، وعطت لها بخاخه في زورها، وعطت لها كذا نوع دواء عشان تخف. بس لما دخلت في مشوار اخويا التعب بتاعه، ولما جاله جلطه، واختي لما ولدت، وجوزي تعب، وطبعا الجو شتاء وساعة، بخاف انزل بيها اصلا من الشتاء والسقعة ده. الجو عندنا كمان في اسكندرية مش متظبط خالص، الجو شتاء وسقعة خالص جامد. فقلت بقى ايه النهارده انتهزتها فرصة ان باباها قاعد معايا، قلت له بالله عليك وديني اكشف عليها اطمن عليها. فاروح اكشف عليها كمان حبة، وربنا يسترها يا رب، واشوف فيها ايه، واشوف زورها ماله. كل شوية اديها في علاج واديها في حاجات، والبت خست وشها بيصفر. الدكتورة كنت هناك من شهر كده او شهر ونص، قالت لي البت وشها اصفر، ممكن يكون عندها انيميا. طبعا ما فيش حاجه، ما فيش اكل ولا في حاجه عادله زي الاول، فاهميني؟ ما فيش حاجه عادله زي الاول ان العيل ياكل ويشبع واكل صحي اصلا زي بتاع زمان، وفراخ بلدي ولا كلام من ده. ما فيش، حتى الاكل كله بقى متلج، اللي هو المجمد ده. فما حدش بقى، حتى المجمد مش عارفين يجيبوه، يعني بيجي بالعافيه كمان. الناس ما فيهوش غذاء، هتجيب وتدفع فلوس وبرده ما فيهوش غذاء. زيه زي الجبنه القريش، زيه زي اي حاجه عاديه، ملهوش اي لازمه خالص. فربنا يسترها يا رب، يقوينا يا رب، ويخليها يا رب تخف على اللي هي فيه ده. انا بتعب. عيبي اللي انا اما حد بكون بحبه، حتى لو حد غريب، اما اكون عارفه حد ومتعلقه بيه وبحبه جامد قوي، ابص الاقيك البني ادم ده مثلا يتعب او يحصل له اي حاجه، فانا اللي بتعب. يعني كان عندي واحد قريبنا ابن خالتي كان تعبان رجليه، ما كانش بيعرف يمشي عليها. ما توفى انا قعدت على الكرسي بتاعه عقبال ما راح يدفنوه، عقبال ما قعدت على الكرسي بتاعه، الكرسي بتاع الناس اللي بتبقى عاجزه دي. ربنا يشفي كل مريض يا رب، معلش يسامحوني. فانا قعدت عليه عقبال ما هو رجليه وجعته بقى في اواخر قبل ما يموت. قعدت على الكرسي عقبال ما يروح يدفنوه ويجوا، انا وبنت خالتي وقاعدين. بس كنت زعلانه بعيط عشانه جامد قوي، لان ابن خالتي ده كان غالي عليا جامد بصراحه، كان اكبر مني وحنين قوي، وكان على طول. ربنا يهدي الحال يا رب. ثواني خليكم معايا حبايبي، معلش يا حبايبي. العيال بيطمنوا علينا، بيقولوا لنا ماما انتوا اتاخرتوا كده، مع اننا لسه طالعين ما كملناش 5 دقايق. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. في جنازه قدامي، الله يرحمهم ويسامحهم. الله يرحمهم. الله اعلم راجل ولا ست، انا ما اعرفش. في عربيه اسعاف، بصوا المنظر، عربيتين اسعاف، 2 متوفين يا عيني، الله يرحمه. اللهم ارحمنا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يا جماعه، الله يرحمهم ويسامحهم كلهم يا رب. هي سوسو الأبلة صحت اهي، ونكلمها حبايب قلبي، اقول لهم زورك وجعك ماله؟
في قف في بقك؟ لا ما انت مطلعانا ليه في الساعة دي؟ قول لهم ماله زورك وجعك قف في ايه؟ افتحي بقك ورا حبايب قلبي. الصوت قاعدة تعبانة ازاي؟ مش عارفة اعمل لها ايه. اكلتها ماما كاكا ولوز، مش عارفين نعمله معاها ايه. تاكلين يا بت؟ كلي يا بت، كلي 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 كده كده. معلش يا دي. المهم ايه يا جماعة، نرجع تاني باقي الحدوتة بتاعتنا. ابن خالتي ده يعني لما توفى وراحوا دفنوه، انا قعدت مكان الكرسي وقاعده مع بنت خالتي. جايه بعدها بنص ساعه كده جايه اقوم، طبعا من الزعل والعياط جايه اقوم من مكاني، لقيت نفسي مش عارفه اقوم اتحرك خالص، مش عارفه اتحرك، بمشي في الارض مش عارفه امشي، مش عارفه اقف على رجلي خالص، اتكسحت بمعنى اتكسحت، مش قادره اقف على رجلي، مش عارفه اعمل ايه، تعبت خالص. فربنا سترها والحمد لله. قعدت بتاع 3-4 ايام وقعدت اقرا في قران، وماما ودتني لشيخ تقريبا، ما اعرفش، انا كنت ايامها صغيره عندي بتاع 15 سنه، فما اعرفش والله ايه اللي حصل ساعتها. فكنت تعبانه قوي نفسيا. انا لما بتعب نفسيا ولا بشوف حد تعبان عامه يعني بتعب على تعبه، وهو ده اكبر غلطه في حياتي، ان انا حساسه خالص. يعني بعد الشر لو بني ادم في ايه بالذي وبيموت قدامي مش عارفه، حاسه ان انا اللي هموت والله بجد. انا بحب كل الناس والله بجد، ومن نوع الواحد قلب ابيض، وربنا يعديها على خير يا رب. الناس خلصت صلاه اهيت، وابو سيف جايلي، ابو سيف الغالي شرفنا يا غالي. نروح نكشف على الابله سوسو دي ونشوف الدكتوره هتقول لها ايه، وماما تاخد. مش عايزه تروحوا للدكتوره ليه؟ ما احنا قاعدين هنا طالعين في الساعه ليه بنتمشى، وكنا عايزين نروح جنينه الحيوانات النهارده. بصوا يا جماعه، سدن الخيه، سدن بتقعد تقفل التليفون، مش عارفه العب بيه ولا عارفه اعمل اي حاجه، وكل شويه تاخد مني التليفون وتقول لي ماما خيه، استني يا بت، استني يا بت، استني. بصوا كل شويه عايزه تاخد من ايدي التليفون. انا هروح اكشف. بصوا بتعيط ازاي. هنقفل عشان ما تسمعوش الاسطوانه. بص الزور، بص الزور، بص استني. بص يا حبايبي سدن شاطره ازاي. سدن خفت وبقت حلوه. انت مش شاطره؟ لا والله انت جميل. مش عارفه مالها البت دي، على طول مكشره كده، على طول وجع دماغنا. ماما هنشوف احنا هنعمله معاها ونكلموكوا. شعريه اهو عشان صاحبي. ايه يا حبايبي ثواني. المهم احنا ماشيين بالانسه سدن، الدكتوره كتبت لها على دواء اسمه فورستات حاجه زي كده. طيب فيروسات هتاخده بقى ونشوف احنا هنعمله معاها. بصوا سدن مستخبيه ازاي من الشمس. كلمي يا سدن. سدن مستخبيه من الشمس. ما احنا ماشيين العكس، نخش الشقه الدنيا تشتي، نطلعوا بره الشمس تطلع. وابو سيف الغالي سهرنا يا غالي معانا اهو، الشوفير بتاعنا. يا شوفير ودينا مكان عايزين نروح، اي مكان والله كنت عايزه اودي على جنينه الحيوانات. يلا يا شوفير. شو ربنا يهديك يا رب. يا رب. شو تعرفوا اللي انا بعاني معاها، والله بعاني معاها ياما. الراجل ده كداب وما بيتمرش في حاجه، اقسم بالله العظيم ما بيتمر في حاجه. بتعاني عشان بقول لك يا شوفير. ماشي طب يلا عشان تجيب لنا عيش بلحمه. هنخلص فلوسه هشطب عليه، مش هنخليه حيلته حاجه، هنخليه يروح بلده. انا جايب لها مكرونه بسعر الجمله ومديها فلوسها، وفي الاخر خدت الفلوس اللي في جيبي. يبقى انا مظلوم ولا مش مظلوم معاها؟ كيلو المكرونه بقى ب 35 جنيه يا جماعه. كيلو المكرونه بقى ب 35. الشعب مش عارف احنا هنطلع نعيط بعد كده ولا هنعمل ايه. ربنا يستر ويعديه على خير. يلا المهم اشوف وشكم بخير، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي. اعمل لي باي باي يا حبايب قلبك يا سدن. لا سدن قاعده مستخبيه من الشمس. بصوا يلا باي باي.